معرض القاهرة الدولي للكتاب، تاني أكبر معرض للكتاب في العالم، أكتر من 4 مليون زائر سنة 2024 وأكتر من 1000 دار نشر. والنهاردة إن شاء الله هشارككم يومي في معرض كتاب هذا العام. هلو، اليوم نحن متجهون إلى معرض الكتاب. الفوكس عمال يهرب من الموبايل ويروح لهشام وعبد السلام. لا شايل لك يابا. لا أحصي الشكر بإفصاحي والموعد في جنة عدن ما دمنا نسعى بصلاحي والختم سيحوي توقيعا. قد وصلنا لأرض المعرض. احنا كده داخلين على قاعة 3. اهلا اهلا اهلا، ايه الاخبار؟ كيف السلام؟ بخير والله الحمد لله. ازي حضرتك؟ بخير والله الحمد لله. بخير والله. ازي حضرتك؟ ربنا يبارك فيك. والله القصه دي ازي حضرتك؟ بخير والله الحمد لله. عايز يعمل معانا حكاوي كتب، يعني مش اي حد انا اتوسط له يعني. نستضيفه يعمل فيديوهات على الكتب. الحمد لله. سكرين. عارف لو ما طلعتش انا قلت ايه العبث ده؟ يعني هي انت بتصور فلات طبعا. انا معايا السوني A6 700 بحس ان انا ماشي بعمل كده في البتاع، فاهمني؟ انا اصلا بقالي فتره عايز اشتري اللي هي ال 10 18. ال 10 دي ايه؟ جميله جدا. بص دي بالنسبه للفلوجينج. يعني انا عايزك تتصور دي كام؟ ايوه بالنسبه لدي ديت اعتقد 8 اقل من ذلك طبعا. طبعا اللينس انت شايف جايب الدنيا كلها، الدنيا وما فيها ما شاء الله. يعني هي 180 درجه يعني مش 360، فاهمني؟ في حاجه بقى مش عارف انتوا هتاخدوا بالكم منها ولا لا، وهو يبدو انه ايه، اليوم متصور او الشوتات متصوره من يومين مختلفين، وده لان انا اوريدي فعلا جيت يومين. انا جيت اول يوم في المعرض اللي هو يوم الجمعه اللي فاتت، اول الايام، وبصراحه انشغلت جدا جدا مع شراء الكتب ومع الناس الجميله اللي انا قابلتها، لكن ما جاتش الفرصه بقى ان انا ساعتها اصور الشوتات اللي انا عايزها. فقلت بما ان انا كده جاي تاني المعرض فنصورها النهارده. ويعني انا كده النهارده بالنسبه لي انا جاي عشان اصور. اول كتاب في الخطه كان بالنسبه لي كان كتاب اسمه الغناء والموسيقى في ميزان الاسلام، وانا لقيت الكتاب فعلا يعني، بس للاسف لقيته غالي جدا، فانا كنت هضطر ان انا ابوظ الخطه عشان اشتري الكتاب. فاحنا نحاول نبالانس عشان نطلع بحصيله كده كويسه ان شاء الله. ثاني كتاب مهم بالنسبه لي طبعا هو كتاب فقه الاستدراك. طبعا كلمتكم عن كتاب فقه الاستدراك وقلت لكم ان هو افضل كتاب قريته سنه 2024، ولكن انا قراته PDF، فانا طبعا الكتاب ده لازم اقتنيه بشكل ورقي، فاتمنى بصراحه ان انا الاقيه النهارده. كده 13-2. عليكم السلام. بيقول لك كده 13-2 يا ابني، مش 13، احنا دلوقتي بالظبط 6-3. انا عارفك من الصفحه من يوتيوب. اشوف والله يا حبيبي. ربنا يزيدك يا رب يا رب. اللهم امين يا رب. يا شيخ احمد، انا عندي كلمتين عايز اقولهم لك كده. يلا بينا. انت ليه بتضع موسيقى في الفيديوهات يا شيخ احمد؟ السؤال الازرق. طبعا فكره وجود العدد ده كله من الناس في معرض للكتاب شيء جميل جدا جدا. مش كل الناس جايه عشان المعرض، الناس جايه تتفسح وخلاص، لكن الناس دي ممكن مثلا بمجرد ما يشوف عنوان كتاب يثير فضوله او يشوف كفر كتاب حلو فيتحمس فيشتري هذا الكتاب، فيكون ده المنطلق بتاعه او المدخل لدخول عالم القراءه. ده اللي انا اشتريته ده. انا سالت عليه من كام يوم بس انا مش فاكر انت قلت لي كام. 120 والتاني ب 100. ده اجاز بس انت سالتني على الدواء تاني. الو حرة لا بجد اليوم هو عيد لاي حد بيحب الكتب، والسنه دي انا حاسس ان الاسعار كويسه. يعني انا مش عارف هل ده صح ولا انا عشان لما جيت السنه اللي فاتت كنت جاي اول مره فانا ما اعرفش الدنيا بتمشي ازاي، فجيت السنه اللي فاتت دفعت فلوس كتير جدا وما عرفتش ان انا احصل على حصيله جيده، لكن السنه دي انا جاي وعندي معرفه وعندي يعني سنه خبره، فبالتالي حسيت ان الدنيا احسن السنه دي. انا عمال اقول هو ولا مش هو. ايه اخبارك؟ عامل ايه يا الحمد لله تمام. يلا بقول لك يعني لا الدور في شويه دور عاملين خصومات حلوه ومش عارف يعني. طيب عارف مركز نماء؟ لا ما سمعتش عنه. مركز التوكين عاملين برضه خصومات حلوه، قلت اعرفك يعني. تمام حلو. تكوين ومدارات. عارف مدارات؟ اسمع مدارات طبعا. ده عامله خصومات كتاب كتب ب 250 جنيه.
فحبيت اعرفك يعني. طيب وانا برضه عاملين خصومات جامده بس لو في حاجه احنا ممكن نلقي نظره. ماشي. هلو، عدنا مجددا. المعرض خلص خلاص، يعني بالنسبه لي على الاقل. المعرض ما زال مستمر، لسه فيه اسبوع كمان، لكن انا خلاص رحت المعرض اول يوم اللي هو يوم الجمعه، ورحت يوم الاثنين. فاي ثينك ان ده كافي جدا جدا، والحمد لله احنا حصلنا على حصيله جيده، سواء الكتب اللي اشتريناها او الهدايا اللي حصلنا عليها. ويعني ان شاء الله خلال يومين كده هحاول انزل فيديو المشتريات وبس. يعني سلام.